صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. النهاردة ان شاء الله هنعمل فطار مصري اصيل، اقتصادي ونضيف. لان كل اللي معمول يعني كله معمول في البيت. بيبقى فطار جميل في لمة يوم الجمعة، واحنا متجمعين كده، ابني بيجي وان شاء الله بيبقى احلى فطار. هنا انا جبت طاسة سخنتها وحطيت عليها شوية زيت، وحطيت فيها 3 4 فصوص توم كده، وهفضل اقلب فيها لحد ما يبقى لونها ذهبي. اضيف شوية كمون، لازم فول يعني كمون، لازم شوية كزبرة ناشفة، واحط شوية بابريكا بتخلي الحاجة يعني بتدي احمرار زيادة كده للحاجة، وبتدي ريحة حلوة. اقلب كل التوابل دي كده في الزيت، وبتطلع اول ما تطلع ريحتها كده قدامي احط الايه الطماطم المعصورة مضروبة في معصورة في الخلاط، وعليها معلقة سكر صغيرة، تفرق خالص في الطعم وبتبقى بتخلي الاكل جميل. هقلب كل الخلطة دي كده مع بعضها. طبعا احنا بنحبها حامية شوية، والاطفال خدوا على كده، يعني على ان الحاجة بتبقى يعني لحد ما حامية شوية، بتبقى جميلة وبتدي طعم حلو. يعني اقطع قرن فلفل حامي كده، لو مش عايزة حامي خليها رومي، بيدي ريحة حلوة قوي للفول. والفول انا مدمساه، وهبقى انزل لكم طريقته ان شاء الله. دايما في رمضان وفي غير رمضان بيبقى عندي الفول متدمس ومحطاه في الاكياس وشايله في الفريزر. باخد جزء كده بحطه، يعني استخدم منه مره ولا مرتين كده تحت في التلاجة، والباقي برفعه في الفريزر. ده كده كيس انا منزلاه من الفريزر. اول ما الطماطم غليت حطيته، وطيت عليه اول ما فكت. اقلب بقى فيه كده عشان كل الفول يتدخل مع المكونات دي، لازم يغلي معاه شويه كده ويتسبك كده معاه وياخد منه كده ومن نفس الطعم. وبعدين اقلبه في قلب الطبق كده، واحط على وشه رشة زيت، ويبقى جاهز معايا فول نضيف. ولا اجيب من المطعم، ولا عمري بحب اكل المطاعم ده. كل حاجة لازم اعملها في البيت، فول، طعمية، شيبسي، اي حاجة. كل الحاجات اللي هي الشعبية دي، والعيال بتحبها وبتبقى بتفرح بيها يعني. هنا جبت حتة جبنة قريش، وحطيت عليها حتة فلفل رومي اصفر، وقطع طماطمايه. في جزء بيحب الطماطم وجزء لا، بس اللي بطماطم بتبقى مسكرة وحلوة. اخلط كل المكونات دي كده بالشوكة. الجبنة طبعا صحية وجميلة وبتأكل يعني، وبيبقى صنف بقى، بيبقى صنف يعني محطوط على الترابيزة. حط شوية كمون عشان تديلها ريحة حلوة، ورش على وشها شوية زيت، ودي تبقى صنف من ضمن الفطار. ده طبعا اليوم ده كلنا بنستناه، كل يوم بقى واحد بياخد مثلا سندوتش جبنة وكوباية شاي، بضاية، اي حاجة كده فطار سريع. لكن يوم الجمعة كلنا بنتلم كده، حط شوية شبت على وشها، بتدي ريحة حلوة قوي وبيكسر يعني اللون، بيبقى ألوان. هعمل شيبسي طبعا انا، يعني حاطه الشيبسي بقى مقطعاه، شيبسي بيتي برضو مقطعاه، وحاطه في شويه ملح، على بال ميه وملح، على بال ما الزيت يسخن يعني ايه بدرجه معينه كده ان هو تحمري فيه. هنزل الشيبسي واحده واحده علشان كل واحده، كل شيبسيات تتغلف بالزيت. لو حطيتهم كلهم كبشة بتلزق في بعضها من النشويات اللي في البطاطس، وبتبقى يعني بقعد اسلك فيها بقى كده. لكن واحدة واحدة كده بتاخد وقت شوية منك، بس بتبقى ايه كلها مقرمشة، كل واحدة والتانية مقرمشة. اول ما يشمع طبعا كده، وتحسي ان هو نشف شوية من تحت، تروحي ايه تقلبي فيه، ايدك تبقى فيه على طول. اول ما تقلبي فيه كده ما تسيبيش الشيبسي خالص، عشان يبقى كله لون واحد، ميبقاش جزء احمر وجزء يعني لسه ابيض، بيبقى طعمه ما بيبقاش حلو. انما لما تقلبي فيه على طول كده ايدك فيه، بيبقى مقرمش وجميل. هنا طلعت طبعا الشيبسي، ما بتلحقيش بقى عليه، اللي بتطلعيه بياخدوه على طول على بره يتاكل. فالواحد بيبقى مبسوط، بس بيبقى عايز حاجة يحطها جنب الفطار يعني. انا طلعت على ورقة كراسة، كان ال الورق خلص، وجبت ورق يعني كراسة يكون مش مكتوب فيه. بتصرف، لازم تتصرفي.
لازم هنا طبعا انا هعمل ايه طعمية بيتي. انا اول ما صحيت من النوم نقعت ايه كوبايتين فول، فول مدشوش بتاع الطعمية، ودي حزمة كرات وحزمة كزبرة خضراء. طبعا طعمية بيتي يعني كرات وكزبرة خضراء. الخضرة بتغير طعم الطعمية، اللي هي الشبت والبقدونس والكلام ده. طعمية يعني كرات وكزبرة خضراء. انا بجيب الطعمية، الفول دوت انقعه، واول ما الاقي قدامي الكرات بروح عامله العامله اللي انت شايفينها دي، وايه واشيلها في الفريزر كده بالطريقه دي بس. كده يعني الخضار والفول المنقوع. اول ما يعوزوا الطعميه انزل شويه، واحط عليهم نص بصلايه كبيره او بصلايه صغيره وفصين 3 توم، عشان طبعا الفول اصلا بيتعب يعني، فما بكترش في التوم والبصل. الاول كنت بشيلها وهي مفرومه، فلقيت كده افضل كتير، تبقى على طول فريش معاكي. ده الجزء اللي انا هعمله. حطيت عليه نص بصلايه اهو، نص بصلايه كبيره وحوالي 3 فصوص توم كبار، مش اكتر. واحط بقى شويه كزبره ناشفه وملح. بزودش يعني دي ما بتحطش عليها كمون. انا ما بزودش في البهارات علشان خاطر اعرف طعم الخضار بيبقى مسكر اصلا. اقلب واحط اهو في الكبه. ادي لون الخضار بتاعه جميل اهو. شايفه ادي حته الطعميه اللي انا هعملها النهارده. الباقي انا هكيسه واشيله في الفريزر. هعمل 3 اطعم، يعني 3 حاجات. ادي ده هيبقى ساده مثلا، وده هيبقى بطماطم بلحم كده طماطمية، بس مش هيبقى بالمية اللي فيها. انا هرمي المية هصفيها يعني، واعمل ايه واقطع لحم الطماطمية عليها. هنا ده طبق بتاع ده كزبرة ناشفة على سمسم محمص. والجزء اللي انا هعمله ده دلوقتي ده عبارة عن السادة، الجزء السادة. اديني اهو بعمل بالسمسم والكزبرة، بيبقى ريحته جميلة جدا. طبعا الاغلبية بتحب الطعمية السادة، الناس الكبيرة دايما بيحبوها بالسادة، بتبقى جميل. بس انا بحبها بالطماطم، بتبقى تحفة، بيبقى ليها طعم كده جميل. جربيه، جربيه مش هتندمي ومش هتفك منك، لان انت مصفية منها المية. ده كله بالجزء السادة. وما تكبسيش الطعمية قوي، يا دوب تلفيها كده وكده وتحطي عليها السمسم وتسويها كده وتحطيها على طول. انا ما بضيفش ولا بيكنج باودر ولا كربونات ولا اي ماده رافعه من الحاجات دي. بحب الحاجه تبقى على طبيعتها كده، والخضار يبان طعمه. الطعمية دي ما اقولكيش على جمالها، بتبقى جميلة جدا. اللي هي ايه يعني مكوناتها بسيطة ومش مبالغ فيها، وما بحطش فيها مواد رافعة زي ما قلتلك. هنا انا هبدأ برضو اعمل الجزء اللي بالطماطم اهو. برضو ما بتفكش ان شاء الله منك ودي برضو بحط عليها السمسم والكزبرة الناشفة. دايما موجودة عندي سمسم محمص زي كده. حبيت اعمل قرصتين، حبيت اعمل طعمية في اي وقت، بتجيبي الحاجة من التلاجة وتعملي. هنا هقلب اللي انا عملته الاول. طبعا زمانه خد لون، خد وش يعني كده اهو. بصي انا يعني بفتح الطعمية بالشوكة او بالسكينة. بصي الطريقة دي بتخلي الزيت يدخل جوه الطعمية تستوي من قلبها، متبقاش من جواها ايه طرية، من بره ناشفة ومن جوه طرية. لا، لما تفتحيها كده بالسكينة بالشوكة الزيت بيدخل جواها وبيسويها. انا لو فرمتي الطعمية قوي بتشرب منك زيت، دي معلومة يعني. لكن لو سبتي فيها نسبة خشونة شوية كده بتبقى عاملة زي المصفى، وبينزل منها كل الزيت اللي فيها، ما بترفعش معاها زيت. انا طبعا بفهم كل البنات اللي هم يعني غاويين مطبخ ولسه متجوزين جداد. لكن طبعا انا عارفة ان الناس اللي زيي فاهمين كل الكلام ده. ده برضو انا لسه شغالة في الجزء اللي فيه طماطم. انا مش هعمل كل الكمية، انا هعمل لكم بس ايه طبق كده مشكل من كله، وبعدين لسه بقى هكمل يعني ان شاء الله. ادي الجزء اهو برضو اللي لسه فيه طماطم. ده برضو سمسم اهو، بيخلي الطعمية طعمها حلو وانتي بتاكليها. بس لو في سمسم فيه اعملي، ما فيش مش مشكلة، برضو مش هيقلل من حلاوة الطعمية، لانها خضار فريش وانتي غسلاها على ايدك وحاجة نظيفة. انا ما احبش اجيب العجينة حتى من بره واقليها في البيت، لا. انا بحب اعمل العجينة في البيت، زيت نضيف، حاجتي غسلاها، كل حاجة. دي هنا انا جبت حتة طعمية برضو حطيت عليها بضاية، وحطيت نقطتين ليمون عشان زفرت البيت. وهنا بقى انا بشتغل يعني كل يوم الاطفال الصغيرين ولاد بنتي دول بيغلبوني في اكل البضاية.
لما احط البيضايه بقى هنا كده على حته العجينه دي، بياكلوها وخلاص برحمهم النهارده من ان هم ياكلوا البيضه يعني، وبيبقى تغيير بالنسبه لهم وبيحبوها. ده لسه اللي بقوط هطلعه، ودي الجزء اللي هو اشكال مختلفه ده اللي بالبيض، بس بتبقى طعمه جدا برضو بالبيض. هما بقى الاطفال بيفضلوا ايوه الطريه ام بيض دي بتبقى حلوه جدا. ده طبعا بيبقى شامين الريحه وقاعدين ايه يستعجلوني. طب يعني انا اقوى من النار يا جماعه، اصبروا، مفيش فايده، يلا. هعمل برضو عندك مثلا بتنجانية، اعمليها قرن فلفل حامين، قرن بردين، كده، ويبقى كده انت اقلي طبق بيض، كده يبقى انت عملتي كل مكوناتك من البيض. وكل الكمية دي يعني تلت نص كيلو الفول. انا ما عملتش طبعا النص كيلو الفول كله ده، انا شايلة منه يعمل لي مرتين كمان، يعني دي كده مرة منه. تشيل الباقي في الفريزر، لو الساعة 2 بالليل قالوا عايزين طعمية، بطلع كيس عيش فينو يفك، على بال ما بيفك بكون ضربت الباقي في الكبة، وبالبصل وبالفصين التوم والزيت، على ما الزيت بيقدح بتكون انتي عملتيهم في الكبة على طول. كل حاجتك تبقى جاهزة في البيت. البيت بيبقى فيه دايما عجينة طعمية، فول مدمس، كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي، بيدي البيت دفى، وبيدي البيت كده بركة، وحاجة جميلة ونظيفة. طول ما الأم موجودة في البيت بتعمل كل حاجة. وفي بنات برضو شاطرين بيبقوا غاويين. بصي خضار الطعمية جميل ازاي. دي الطعمية اللي هي ام طماطم، حط معاها شيبسي، ممكن تحطي شيبسي وممكن لا، زي ما انت عايزه. برضو هفتح لك واحده من اللي هي شايفه الخضار بتاعها دي الساده اهي، تحطي كده اهو. بصي طعمها جميل جدا، اتمنى تجربيها، وريحتها برضو في منتهى الجمال. دي لازم تبقى معاها مثلا طماطم فلفل اسمر، تبقى جميله جدا. حطي بقى مخلل، حطي، حبشي كده يعني، بيبقى فطار لما. ولازم بيبقى يوم جمعه باذن الله واحنا ملمومين. يا رب دايما كده نتلم في الخير وفي البركة، وكل سنة وانتم طيبين ومع ألف سلامة. ادي الفول، ادي بقى الفول اهو، والجبنة، وعرقين خس. الفول ده طعمه تحفة برضو، بسيط خالص.